السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه برودرينا بلدي. الفيديو ديال اليوم فيه واحد الدرس اللي طلبوه مني بزاف ديال البنات، لدرجه كل ما كنخدم بحال هذا الموديل كنصور الطريقه باش ملي نلقى الوقت نحطو لكم. اليوم كتابو قديتو غادي نشارك معكم الطريقه ديال طرز المبره من الرشمه في صاله ديال المبره والتلصيق ديالها حتى الطرز والنتيجه النهائيه اللي كتجي زوينه. هاد النوع ديال الطرز كيجي غزال، كيبان زوين ومختلف وموديل جديد. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي في الخدمه. هاد الموديلات كاملين اللي كتشوفوا دابا راني صورت لهم فيديوهات الطريقه ديالهم كلهم، كل مره غنبقى نحط فيديو ان شاء الله. هانتوما البنات اول حاجه غادي ديروها غادي ترشموا الرشمه. انا رشمت الرشمه اللي هي هذه وحطيتها على الثوب وطراسيت على الثوب غير المثلث اللي غادي نلصق فيه داك جوج خطوطه ديال المثلث اللي غادي نلصق فيه المبره. من بعد ما لقيتش الفيديو كامل، المهم غادي نكمل لكم على هذا الموديل. هذا الكم هذا راه نفس الطريقه ديال الاخر. هنا راني مطراسيه انايا البلاصه راه غير ما كيبانش داك الخط. طراسيت المثلث اللي غادي نلصق فيه المبره وجبت هذاك الرولو ديال الفيزلين اللي كيلصق ودرتو على داك الخط، طراسيتو كامل على داك الخط ولصقته. هذا الفيزين راه كيلصق بالسخون، كيدير تقريبا شي 30 درهم الرولو، راه كيبقى مده طويله كيتباع عند مالين الخيط. فاش طراسيت ولصقت هذاك غادي نقلع داك الكاغط ومن فوقه غادي نلصق المبره. غادي تشوفوا الطريقه دابا راها باينه وسهله. شوفوا هنا فاش حيدت هذاك الكاغط راه كيخلي واحد الكولا، ما عرفتش واش باينه لكم ولكن راه كيخليها. هذيك الكولا فاش كتحطوا هاد المبره اللي كتكونوا ديجا فصلتوها مقاده وكتحطوها على ديك الكولا، كدوزو السخون صافي المبره كتلصق على الكريب، سواء على الكريب ولا على اي ثوب درتوه، راه كتلصق عليه مزيان وكتقلبوه على الظهر وكتلصقوه مزيان بالحديد وكيعطي هذه النتيجه، كيجي لاصق وما كيتحركش وفيني. حسن ما تخدموه غير هكاك. هانتوما شوفوا ما كيتحيدش، كيلصق ديال المعقول. هنا هذا الموديل هو اللي غادي نطرز معكم دابا. هذا الثوب الموطاد ودرت عليه المبره كرونا. هنا درت واحد الطريقه اخرى، لصقت هذاك الفيزين على المبره ما لصقتوش على الثوب. وهما الطريقات كيف تقدروا ديروا الطريقه اللي بغيتو. انا كنفضل كتكون اسهل تلصقوه على الثوب، تطراسيو على الثوب وديروا عليه داك الفيزين عاد تحطوا عليه المبره. هنا هذه هي الرشمه حطيتها ورشمت، كتجي الرشمه فوق النص فوق المبره والنص فوق الكريب باش كديك المبره الطرف ديالها ما كيتحلش وكيكون دايز عليه الطرز. هنا البنات ركبت الثوب في المرمى. قبل ما نبدا الطرز راني طراسيت على المبره، الا كيبان لكم طراسيت عليها باش تجيني الطرف ديالها يجيني تحت الطرز كما كتشوفوا. صافي بديت نخدم الطرز. هنايا كنطرز وكندوز على المبره، كنحاول الرشمه تجيني مغطيه شويه على المبره باش ما تحلش. هاد الطرزه خدمت فيها بالطرز ديال الخطفه ودرت فيها تدوار المرمى ودرت فيها شويه حتى من الطرز ديال الدقه. غادي نخليكم مع الطريقه ديال الطرز ونرجع نكمل معكم المراحل الثانيه اللي بقاو. كما كتشوفوا البنات انا راني كنطرز ونعاود باش يجيني الطرز مبومبي، حيت المبره كتبغي الطرز يكون عامر باش يغطيها. ضروري خاصكم تطرزوا وتعاودوا باش يجيكم الطرز عامر وباين. يعني ملي تكوني كطرزي تقلي الخدمه، ما تكسيريش بزاف. وبقى انا كنمشي ونجي بالخدمه باش تجيني عامره. هنا هذه هي النتيجه ديال الطرز بالسقلي. دابا غادي نزيد لها الخطفه. انا خدمت الخطفه باللون ديال المبره الماغون فونسي وزدت فوقه خطفه باللون الماغون فاتح، ومن بعد رجعت درت عليه شويه د الخطفه بالسقلي. الطريقه ديال الطرز للمبتدئات، هاد الفيديو ماشي للمبتدئات اللي يلاه بداو. الطريقه ديال الطرز ديال تدوار المرمى وديال الخطفه
كلهم ان شاء الله غادي ندير لهم فيديو خاص ديالهم بحدهم. ولكن البنات اللي كيخدموا اصلا الطرز وكيعرفوا يخدموا الخطفه، راني درت هنا 3 ديال الالوان. بديت بالسقلي ودرت لون الثوب ودرت لون فاتح، من بعد زدت السقلي باش تجي الطرزه شويه مواتيه مع اللون ديال المبرة. وهذه هي النتيجه كيفاش جات. هنا راني ساليتها، انا خدمت 2 كمام. هاد الطريقه درتها ب2 كمام ودرتها في القب. المثلث ديال الكمام درتهم صغار، ديال القب درتو كبير. نتوما تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتو في المبرة، راه غير الطرف الصغير ديال المبرة غادي يقدك. ديروا الشكل اللي بغيتو، ديروا حتى الرشمه اللي بغيتو. المهم الرشمه تكون دايزه فوق الحاشيه ديال المبرة باش تغطى مزيان. هي الا درتو داك الكولا ديال الفيزلين راه ما غاديش تحيد، ولكن المبرة بحال كتحل كتفتت من الجناب. دونك خاص يكون دايز عليها الطرز باش كتجي مفينيه وكتجي هكا بحال داخله في الثوب، ما كيجيش باين باللي راه مبرة محطوطه تما. نتمنى الشرح يكون باين. اللي عندها شي سؤال تصيفطوا لي في الخاص في الانستغرام ولا في التيك توك، واللي بغات شي درس ولا شي حاجه نطبقها تقولها لي نطبقوا في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو الا كنتم مهتمات، وجيم الا عجبكم الفيديو عجبكم الشرح. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وخليوا لي اراءكم في الكومنتات. بسلامه.